السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الغريبه معلكه وفي نفس الوقت خفيفه بالكوك والنخاله اللي غنحتاج فيها في المقادير: 2 كيسان ديال العنبه ديال الكاوكاو كنصهدو في الفران واحد 5 ديال الدقائق وكنطحنو بالقشره ديالو، يعني ما محمرش. 2 كيسان ديال العنبه ديال الكوك، 3 كيسان ديال العنبه ديال النخاله رقيقه ما محمراش، كاس ديال العنبه ديال الزيت ما يعادل 150 غرام، كاس ديال العنبه ديال سنيده ما يعادل 150 غرام، 12 غرام ديال الخميره، معلقه كبيره ونص د المربى، 3 البيضات، قبصه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ونص ديال بودره الكاوكاو نوعيه جيده. صافي، في واحد الاناء غنضيف العناصر كلها. هنا الكوك ضروري يكون نوعيه جيده. صافي، غنضيف عليه الكاوكاو، قلنا 2 كيسان، سنيده، وغنغربل عليها 12 غرام ديال الخميره، صافي، وغنضيف بودره الكاكاو معلقه كبيره ونص، وغنضيف المربى حتى هو معلقه كبيره ونص، وغنضيف البيض، قبصه ديال الملحه. دابا جمعت العناصر كلها، غنخلط مزيان هاد العناصر. وضفت كاس ديال الزيت، صافي نخلطوا العناصر مزيان حتى ينسجموا بعضياتهم. وبالنسبه للنخاله غنبدا نضيفها بشويه بشويه، يعني ما غنديرهاش في دقه واحده، يعني غنبدا نضيف غير بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه كما كتشوفوا. وبالنسبه للفران راني مسخناه، كتبغي الفران يكون سخون على 180 درجه. انا كنخدمها غير في الفران ديال الغاز. ملي كنبغي ندخلها كنطفي الفوق وكنخليه لتحت شاعل حتى كترتق وكنطلعها الفوق. صافي، هنا من بعد ما صافي تجمعت العجينه غنكورها في سكر كلاصي، كندير لها الكوش الاول او كنعاودها في الكوش الثاني باش تهز السكر كلاصي مزيان، وكنأكد ان السكر كلاصي يكون سبيسيال. صافي، كنستفها في الطاوه، ضروري يكون فيها داك ورق الطهي. صافي، كنورك عليها شويه بصبعي كما كتشوفوا. صافي، كندخلها الفران. ها هي منين تشقات، وها هي وجدات. وبالصحه والراحه. ما تنساونيش واحد القليب وحركه الاكسبلور، وبالصحه والراحه.